القاتل ده وليه عمل كده. القاتل ده اسمه أحمد محمد عبد اللطيف، عنده 27 سنة، مش متعلم وعاطل، وكمان كان بيعاني من أمراض نفسية، وكان بيتعالج في مستشفى كبيرة في القاهرة. مصادر أمنية قالت إنهم لقيوا الجزمة بتاعته جوه البيوت اللي اتقتل فيها الناس دي، وإنه كان بيطلع البيوت ديت بسلم خشبي، وكان بيقطع الجثث وياخد الأعضاء بتاعتها. وهنا بقى الناس بدأت تطمن، وفي ناس غلابة وطيبين بدأوا يصدقوا الكلام ده، ويصدقوا إن ده فعلا القاتل الحقيقي. ولكن بعض الناس اللي كانوا متابعين القصة من أولها قلقوا وقالوا ان مش ده القاتل الحقيقي، وممكن يكون القاتل الحقيقي لسه مظهرش. وانا لو سألتك هتقولي لا، الكلام ده مش منطقي. ليه مش منطقي؟ لان مش معقول شخص واحد بس هيقدر يعمل الكلام ده ويقتل 10 ضحايا، وشخص واحد مش عاقل كمان وكان عنده امراض نفسية. وكمان الطب الشرعي قال ان اللي يعمل الجريمة دي لازم يكون دكتور متمرس وعارف شغله كويس. وعشان الجريمة دي كانت كبيرة ومسمعة في الدنيا كلها، مجلس الشعب كان لازم يتدخل. وهنا طلعت السادات قال انه هيترافع عن المتهم اللي هو احمد محمد عبد اللطيف، وجاب شهادة كمان من جامعة عين شمس بتأكد ان مستحيل ان الشخص ده لوحده يقدر يعمل ال10 عمليات دول بنفس الدقة دي. بعدها بقى اللي حصل صدم مصر كلها. طلعت السادات ده جاب المتهم وعمل مؤتمر صحفي كبير، واتهم الداخلية انها اجبرت الشخص ده انه يعترف بعد ما عذبوه هو واهله كلهم. وكمان تقرير الطب الشرعي اثبت ان مفيش ولا مادة مخدرة دخلت جسم من اجسام الضحايا، وان كل واحد فيهم كان بياخد ضربة قوية جدا على راسه وبعدها يستأصلوا منه اعضائه. وفي 1 يونيو بقى 2006 طلع النائب ماهر عبد الواحد وقال ان هو قرر يحيل الشخص ده لمحكمة الجنايات بتهمة قتل 10 اشخاص في مركز بني مزار في محافظة المنيا سنة 2005. وده طبعا بعد ما اثبتوا انه مش مجنون ولا حاجة، ومن صحة قواه العقلية. وكمان بعد ما في ناس ظهرت وقالت انه فعلا شافوا الشخص ده بيتردد على البيوت دي بالليل في نفس يوم الواقعة. وطبعا بعد ما اتأكدوا من المستشفى اللي كانوا بيتعالج فيها وطلعوا تقارير ان الشخص ده مش مجنون والشخص ده سليم 100%. واتهموه طبعا بقتل 10 جثث وبحيازة سكين وحاجات حادة للمحترفين بس، ولازم يكونوا دكاترة. اما النيابة بقى فطلعت وقالت بالتسجيل وبالدليل